الحمد لله رب العالمين كفاء حقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خلقه وعلى الطاهرين من آله. والحمد لله الذي أقام الحجة على من جعله مكلفا، ومن بريته وبوحدانيته، واصطفى من شاء منهم برسالته، واجتبى من أراد من الأمم بلطفه وهدايته، وخصنا بالنبي الأمي والرسول المكي محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين صلى الله عليه وسلم. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وما زلنا في هذه الحلقة مع ورقة أو مقال للدكتور جلال الدين محمد صالح عن اللغة العربية في ظل نظام الجبهة الشعبية، هل تستعيد مكانتها بعد تهميش متعمد؟ ويقول: بهذا ندرك أن المعضلة برمتها في السياسة التعليمية للجبهة الشعبية التي أخذت على عاتقها مهمة التضييق على اللغة العربية على نحو يثير كثيرا من الشكوك ويضع عددا من الاستفهامات. ويستغرب المرء على ترشيح الحرف اللاتيني ليكون هو حرف التعليم بلغة الأم. العربي مكان الحرف العربي بالنسبة للغات الأخرى، وتكون التجرينية هي المستثنى بحكم أنها لغة متميزة بحرفها الخاص بها، ويرفض مثقفوها حتى الماركسيون منهم أن تكتب بالحرف اللاتيني، لما للحرف التجرينياوي من مكانة دينية وتاريخية لا يمكن تجاهلها وتجاوزها. هذا ما أكده كادر النظام المعتقل المناضل الأسير إدريس أبعره، الذي قال في جريدة إريتريا الحديثة، هو من الكتاب الذين كانوا يكتبون في إريتريا رغم تحفظنا عنه، ولكنه الآن في قياهب السجون، وكان من المطبلين للجبهة الشعبية ولرئيسها وللحكومة، ولكن انقلب السحر على الساحر. وهكذا يقول في جريدة إريتريا الحديثة العدد 82 تاريخ 12/2001: أذكر في الثمانينات عندما عقد أول مؤتمر لغوي في الميدان، طرحت قضية استبدال حروف الجئز بالحروف اللاتينية. عندها ثارت سائرة الكثيرين معتبرين ذلك صلخا عن الواقع الثقافي والديني والتاريخي، ولحسن الحظ توقف المشروع في المهد. وللتاريخ فإن جل من اعترضوا كانوا ممن اغترفوا ما يكفي من محيط الماركسية، وكنت مؤيدا لهذا الرأي مع أنه لم يحالفني حظ للمشاركة في ذلك المؤتمر. وتعجب إدريس أبعره من دفاع هؤلاء الماركسيين التجراويين عن حرف التجرينية بكل قوة وصلابة لاعتبارات دينية وتاريخية، دون أخذ هذه الاعتبار نفسها حين الحديث عن اللغة العربية. ماركسيون لا يؤمنون بالدين، ولكن حينما جاءت تغيير الحرف الجئزي بالحرف اللاتيني ثارت سائرتهم ورفضوا أن يتغير هذا الحرف. لقد رأى إدريس أبعره في هذا الموقف المتضارب من مثقفي التجرينيا الماركسيين
ربكا في المعايير، إذ قال: إلا أن المفارقات التي تنتصب دوما أمامي هي ذلك الرفض الحازم للانسلاخ عن الجيز، والتصميم الحالي للانسلاخ عن العربي، الأمر الذي يربك المعايير. طبعا حينما قال هذا الكلام وكتب هذا المقال في الجريدة زج به إلى السجن حتى الآن. لا أعتقد أن في المعايير ربكا، بل فيها انسجام وتناسق مع ما يحمله الاتجاه المعادي للغة العربية من موقف ثابت ومبدئي لا يتغير أبدا. وإذا كان هناك ربك فإنما هو في عقل من كان مخدرا بالأفكار الحالمة على حد تعبير غورباتشوف، أو كان مثاليا يقرأ الواقع قراءة أفلاطونية. أما الماركسية فما كانت إلا مرعى الخراف الضالة على حد وصف المسيح عليه السلام للمعادين له من بني إسرائيل، فقد كانت ظهرا يمتطى وبمثابة الديدان التي وضعت في السنارة لاصطياد الأسماك. وقد قال عنها سكرتير الجبهة الشعبية الأمين محمد سعيد عام 1994 في اجتماع جماهيري بجدة: موضة وانتهت اللغة العربية. يقصد هكذا. على كل، لا أدري ما الذي تحمله الآن فلول الماركسيين وبقاياهم المحنطة في متحف التاريخ من موقف عن اللغة العربية وحقها الدستوري، ولكن الذي يلزم إدراكه هو إن العملية التعليمية يجب أن لا ينظر إليها مفصولة عن إرادة المجتمع في خياره الثقافي والتربوي، وإلا كانت عملية مضادة غير شرعية مهما كانت مبرراتها. وبهذا نستطيع أن نقول، هذا قول الدكتور جلال الدين محمد صالح في ورقته عن اللغة العربية في عهد الجبهة الشعبية، فيقول: إن أزمة السياسة التعليمية للجبهة الشعبية تكمن في استهدافها للغة العربية بالعزل والتهميش، بالرغم من الإلحاح على تدريسها والإصرار على حقها الدستوري في الممارسة السياسية والثقافية والتربوية، وهو ما يجعل منها عملية مضادة تحوم حولها الكثير من الشبه والعديد من الشكوك والتساؤلات. ومن حق مجتمعنا أن يدلي برأيه في هذه السياسات التعليمية المضادة لرغبة ووجهته الثقافية والتربوية. وقد أدرك شعبنا خطورة هذه السياسة على مستقبل أبنائه الثقافي، وعبر عن رفضه لها بوسائله الخاصة التي لخصها الأسير والمعتقل إدريس البعري بقوله: إن الرفض للغة الأم يتجلى في الامتناع عن إرسال الأطفال إلى المدارس وتهريبهم إلى الدول المجاورة، تفضيل إرسالهم إلى الخلاوي. وهذا أكبر فشل سجلته هذه السياسة التعليمية التي ما زالت حتى اللحظة مفروضة على شعبنا بالرغم من رفضه لها. لغة الأم رفضت، أنه فشلت كل المدارس التي تدرس بلغة الأم ما عدا المدارس التي كانت تدرس باللغة العربية والتجرينية، فكانت مدارس ناجحة. وعدم تجاوبه معها أي الشعب الإريتري
مع لغة الأم، ومنذ وقت مبكر من تنفيذها بدأت تظهر من داخل زوايا ودوائر الجبهة الشعبية أصوات تتحدث بلغة الأرقام عن فشلها. من هذه الأصوات الجريئة التي دفعت ثمن نطقها بالحقيقة صوت الأسير المناذل إدريس البعري الذي بات مرجعا لنا في توثيق النقاش حول هذه المسألة، حيث كتب عما دار في مناقشات في المؤتمر الذي نظمته في مارس 1997 كل من وزارة التعليم والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة قائلا، هذا إدريس البعري قائلا: والحق أن مسؤولي وزارة التعليم دافعوا بحرارة عن لغة الأم، إلا أن حججهم تضاءلت أمام الأوراق التي قدمها بعض خبراء المناهج العاملين في مشروع لغة الأم، والتي أشارت بالأرقام والحجج إلى الكثير من جوانب عدم النجاح، حيث ذكرت شح الإمكانات البشرية والمادية وعدم قبول أولياء الأمور وتفضيلهم للغة العربية بدلا من لغة الأم. عدم قبول أولياء الأمور وتفضيلهم للغة العربية على لغة الأم هو الجدار الصلب الذي اصطدمت به سياسة التعليم بلغة الأم. ولكن السؤال المطروح هنا هو: ما الذي ستحدثه ورقة السفيرين هيجي وبادوري في تغيير وجهة هذه السياسة وفي إعادة مياه التعليم إلى مجاريها الطبيعية كما يريدها أولياء الأمور؟ هل سيلين لما جاء في هاتين الورقتين عقل الرئيس السياسي أفورقي صانع القرار الأول، أم سيكون له رأي آخر غير الرأي الذي تضمنته الورقتان؟ مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، ونواصل ما انقطع من حديث بعد فاصل قصير، وما زلنا مع الدكتور جلال الدين محمد صالح في ورقته عن اللغة العربية في الجبهة الشعبية بين تجهيل متعمد. يقول: ذلك ما أثارته من قبل وهو ما أثيره الآن، أثرته من قبل وما أثيره الآن، وكما قلت لا نستعجل فإن غدا لناظره قريب. مصالحنا الاقتصادية واللغة العربية، هذا عنوان فرعي في مقال الدكتور جلال الدين محمد صالح. يقول: ليست إريتريا بالتأكيد جزيرة معزولة نتقوقع فيها حول ذواتنا بعيدين عن غيرنا، بل هي جزء من عالم واسع وكبير اتسم بتشابك المصالح إلى حد أصبحت فيه التكتلات الإقليمية والدولية بمختلف أهدافها أهم خاصيتها يتميز بها عالمنا اليوم بكل ما فيه من تعقيدات. وفي عالم كهذا لا بد أن نعي من نحن ومن هم حلفاؤنا الحقيقيون، ولا بد من أن تكون لنا ثمة أولويات ضرورية في سلم مصالحنا الوطنية
وثمة وسائل ضرورية أيضا للوصول إلى هذه المصالح وتحقيقها. ومن أهم أولويات مصالحنا الضرورية المصالح الاقتصادية بالطبع. وعند الحديث عن هذا النوع من المصالح يبدو من المهم والمناسب جدا في نظري الحديث أيضا عن دور اللغة وأثرها في جلب هذه المصالح الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر منها. مثلا الآن المستثمرون العرب في الخليج وفي السودان حينما يأتون يستثمرون لا يجيدون اللغة الإنجليزية واللغة التجرينية، يتحدثون بلغتهم، فهنا مصالح مع المستثمرين. وعن دور اللغة العربية وأثرها في جلب هذه المصالح الاقتصادية وتحقيق أكبر قدر منها، وهو ما تناولته ورقة السفير بادوري. بالنسبة لنا نحن الأريتريين لا يمكن أن ندير النقاش في هذه المسألة عبر المفاضلة بين اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أو الإيطالية أو الفارسية، لأننا لسنا محاطين بدول تسودها هذه اللغات. نحن تحوطنا هذه الدول العربية، وإنما غالب من حولنا دول عربية، وهي عمقنا الاقتصادي بل والأمن والثقافي، ولا يمكن الفصل بين هذا الثلاثي من المصالح. يعني علاقتنا مع العرب هي عمق اقتصادي وعمق أمني وثقافي، إذ لا يمكن أن نرى في المحيط العربي عمقا اقتصاديا لنا دون أن نرى فيه عمقا ثقافيا وأمنيا، والعكس صحيح، وإلا اتسمت سياستنا في ترتيب علاقتنا بالربك والاضطراب والتشويش في الرؤية كما هو الحاصل. وعليه فإن المفاضلة لا بد أن تكون بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات العالمية المذكورة علاه. أما التجرينيا فليست مؤهلة لأن تكون ضمن هذه التنافس. التجرينيا تقف عند الحدود مثلا السودانية والعربية، والسودانية والإريترية تقف اللغة التجرينيا، ثم تبدأ اللغة العربية عند الدخول إلى السودان. وكذلك حينما تقلع الطائرات تقف اللغة التجرينية في مطار أسمرة، ثم بعد ذلك إذا كانت الطائرات متجهة إلى الدول العربية يحتاج الإريتري أن يتفاعل مع هذه الدولة العربية، فليست مؤهلة لأن تكون ضمن هذا التنافس التجرينيا. ومن ثم فإن سؤال المشكلة المفترض طرحه هنا لا بد أن يكون محصورا على اللغة العربية وحدها دون التجرينيا، على النحو التالي: ما أهمية اللغة العربية بالنسبة لإريتريا في تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية بالنظر إلى محيطها الجغرافي؟ قد ثبت علميا أن الشعوب التي توحد بينها لغة واحدة تكون أكثر انسجاما فيما بينها من تلك التي تتعدد لغاتها. وإن هذا الانسجام اللغوي ينعكس بدوره في نموها الاقتصادي واستقرارها السياسي، بخلاف التباين اللغوي. ذلك أن الإنتاج الصناعي كما يقول جيلنر في كتابه الأمم الوطنية يتطلب أساليب موحدة ومنظمة، كما يحتاج إلى سكان متحركين ومتجانسين وعلى درجة عالية من التعلم. وهذه المتطلبات تعني استعمال لغة واحدة موحدة
عن طريقها يمكن أن يتواصل جميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصادية من غير شك. يقول الدكتور جلال الدين: من غير شك يعي الرئيس إسياس أفورقي هذه المسلمة، لهذا نراه يسعى إلى جعل التجرينيا هي اللغة الرابطة والموحدة بين جميع فئات الشعب الإريتري وليست اللغة العربية. ولكن إن التجرينيا وإن كانت إحدى اللغات المحلية بجانب اللغة العربية في المجتمع الإريتري، لا يمكن أن تبلغ منزلة اللغة العربية في تحقيق أهداف اقتصادية عليا، لكونها محدودة التداول، فقيرة في ذاتها، مجهولة في محيطها الجغرافي، لا يتجاوز نطاق استعمالها إقليميا حدود التيغراي ومحليا جبال الهضبة. ومهما قيل الآن من انتشار التحدث بها محليا في ظل سياسة الجبهة الشعبية المنحازة ضد اللغة العربية، وهو انتشار سطحي لا عمق فيه ولا له لا عمق فيه، ذلك أن ضمان سيادة اللغة أيا كانت ليس هو انتشار النطق بها وفرضها بقوة السلطان في أوسع رقعة جغرافية. إذا رجعنا إلى إريتريا وخاصة في مناطق المنخفضات والمحاذية للحدود السودانية الإريترية، نجد النصارى الذين يتحدثون بلغتهم الأم في العربية حينما جاءوا وجدوا حضور للغة العربية وتأقلموا معها وصاروا يتكلمون باللغة العربية، بل بعض الأسر أجبرت أبنائها أن تدرس اللغة العربية في المدارس العربية، في التعليم بالمدارس العربية، فتجدهم يتكلمون في اللغة العربية فصاحة، فانقلب السحر على الساحر. هم ذهبوا بهم لكي يغيروا ديموغرافية المنطقة في تغيير اللغة التجرينية بدل اللغة العربية، ولكن كان المجتمع مستعد لذلك فجعلهم يتكلمون اللغة العربية. ولأنه هذه المنطقة وخاصة ما تسمى تساني كانت منطقة تجارية يأتي منها من السودان، ومنطقة فيها حركة اقتصادية، على النصراني في ذاك الوقت أن يتعلم اللغة العربية ويتعايش معها هكذا حتى يكسب. ويقول: وإنما هو بالدرجة الأولى والأساسية في ولاء مستخدميها لها من خالص قلوبهم، وهو الأمر الذي تفتقده التجرينيا حسب تقديري. هكذا يقول دكتور جلال الدين محمد صالح: حسب تقديري عند أكبر جزء من مجتمعاتنا لكونها أضحت لغة السلطان الوحيدة، وفرضت اللغة التجرينيا، وهي للأسف الشديد هي لغة عربية، هي لغة حميرية، ولكن لقصد الكنيسة إبعاد الناس عن اللغة العربية حتى لا يدخلون إلى دين الله أفواجا إلى الإسلام، ثم إلزام الشعب بها بغض النظر عن قناعة هذا الشعب وإيمانه بهذه الخيارات المفروض عليه. ومع أن إثبات صحة هذا التقدير من عدم صحته يحتاج إلى استبانة تقيسه في دراسة ميدانية على عينات مختارة من الشعب أو من خلال استفتاء شعبي، وهذا ما لا يمكن تصوره في ظل نظام الجبهة الشعبية فضلا عن القيام به عمليا، إلا أنه يظل هو التقدير الأقرب إلى الواقع والصحة بناء على ما أظهرته الأوراق والمناقشات التي قدمت في المؤتمر الذي نظمته في مارس عام 1997 من كل من وزارة التعليم والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وفقا لما نقله إلينا إدريس البعري المعتقل. وعند مقارنة أهمية التجرينيا بأهمية اللغة العربية في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية
لا بد أن تكون النتيجة تفوق اللغة العربية التي تعد لغة عالمية في ذاتها، واسعة الانتشار عالميا وعميقة الوجود إريتريا، إذ تربط إريتريا بمحيطها العربي، حيث السودان برقعته الواسعة وثقافته العربية وسوقه العريض وتداخله البشري وحدوده الجغرافي الملاصقة، وكذلك اليمن والخليج العربي بمدخراته النفطية وثرائه المميز. من هنا لا بد أن تكون هذه هي وحدها المؤهلة في تحقيق التجانس اللغوي في المجتمع الإريتري. مشاهدي الكرام، إلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.